السلام عليكم أيها الإخوان. في هذا الفيديو راح نشرح لكم طريقة إدخال سيرفر سي كام لجهاز من نوع جيو. طبعا يعني الأجهزة مثل ستارسات وأجهزة أخرى يعني تقريبا نفس الطريقة. بالنسبة للجيو يعني تذهب هنا في اختيارات إعدادات الشبكة، تبحث عن أول شيء يعني يجب أن تكون متصل بالإنترنت سواء كان واي فاي أو كابل بهذا الشكل. بعد ذلك تذهب إلى يعني تتأكد هنا من الآي بي أنك متصل بالإنترنت حتى لا تجد أي مشاكل مع السيرفر. هنا في إعدادات السيرفر تجد مثلا هذه الأرقام في الأعلى من واحد حتى كل ريسيرفر يعني إلى أي عدد. مثلا عندي أنا من 1 إلى 50. هنا السيرفر تيب، هنا سيرفر تيب هذا الذي تغير فيه، يعني يجب أن تخليها كسي سي كام وتبدأ بالتعديل. الخانة الأولى هي قناة الهوست. هنا لا تكتب HTTP، اكتب فقط هكذا بدون HTTP، أي سيرفر بدون HTTP. تضغط OK، تذهب إلى البورت أيضا اكتب البورت، عبارة عن أرقام فقط وليس كلمات. بعد ذلك تضغط على OK، ثم تتجه إلى اليوزر نيم. أيضا يوزر نيم عبارة عن خليط بين الأرقام والكلمات ولا يوجد فيه موقع، يعني اليوزر نيم أيضا لا يتوفر على يعني لا يدعم HTTP، فقط كلمات وأحرف. سأجرب معكم هذا السيرفر أمامكم. الباسورد نفس الشيء، تقريبا عندك 4 خانات تقوم بملئها: الهوست والبورت واليوزر نيم والباسورد. يعني هذا للمبتدئين، لأن بعض الإخوان طلبوا مني فيديو لشرح طريقة إدخال سيرفر سي كام. هنا بعد إدخال كل شيء تنتظر قليلا حتى يتصل معك السيرفر. يجب أن تكون متصل بالإنترنت سواء كان هاتف أو مودم. هنا كما تشاهد كونكت، يعني سيفتح معك القنوات. هذا هو الشرح، لا تنسوا دعمنا.